كل الناس اللي عندها مشاكل في تأسيس الأطفال من سن 4 سنين و5 سنين و6 سنين، تعالي الفيديو ده هيفيدك جدا جدا. أنا حبيت أعمل لكم ريفيو عن كتاب العبقري الصغير، ابني شغال بيه عنده 5 سنين، حلو جدا جدا. بس أنا بقالي سنة شغالة مع ابني اتعلم الحروف وبيعرف يستهجى وبيعرف يجمع وبيعرف يطرح. الفيديو دوت او الكتاب دوت لو اشتريتيه هيساعد ابنك بعد المرحله دي. يعني انت ابنك شغاله معاه لمده سنه، اتعلم الحروف. لازم ابنك يكون اتعلم الحروف وتعلم الارقام. ولو لسه ما اشتغلتيش معاه برضو الكتاب هيفيده، بس لما تكوني شغاله معاه هيفيده اكتر. فالكتاب ده حلو جدا، فيه حاجات جميله جميله جميله. انا اول مره يعني اشتري كتاب بالجمال دوت لابني، وابني فرحان بيه جدا. بيدرس، بيقرأ وبيجمع وبيطرح وبيتعرف الأرقام وبيتعرف الحروف وبيتعرف على الأشكال والحيوانات والملابس وكل حاجة تتخيليها في الكتاب الحلو دوت. أنا محدش طلب مني إن أنا أعمل ريفيو ولا حاجة، بس الكتاب عجبني وقلت أقدم لكم في القناة. بصوا الكتاب هو عبارة عن 22 صفحة مختلفة. انا هجيب لكم اكتر صفحة عجبتني، وابني بيحب يقعد يشتغل عليها جدا. ابني بيشتغل عليه وبيفهم فيه ما شاء الله احسن منه، هو عنده 5 سنين. اول حاجة في زرار هنا للتشغيل. ايها الاطفال، هيا بنا لنتعلم. تمام. بعد كده لو انت عايزة ابنك يعرف، في هنا زرار اهو كده. الزرار الاول للتشغيل، بعد كده بدوس على الزرار ده يقول لي ان انتي هتشتغلي على الصفحة دي. يعني بيدي اشارة للبرنامج بتاع الكتاب ان انت هتشتغلي على الصفحة دي. تمام. 1 2 3 4. طب افرض انا شاطرة، او ابني شاطر وعارف الارقام من 1 ل10، ممكن كمان بقلم بيكتب وبيمسح في نفس الوقت. اجيب لكم قلم دلوقتي واوريكم في اخر الفيديو. قلم سبورة عادي بتكتبي بيه وتمسحي بيه عادي، الكتاب بيمسح يعني مش بيلزق فيه حاجة. دي علامة الصفحة ان انت ايه هتشتغلي على الصفحة دي، مش صفحة الحروف او صفحة الملابس او صفحة تانية. ودي علامة ان انت لو عايزة ايه ايها الاطفال، ان هو يقرأ. هيا بنا لنتعلم. 3 5. تمام. طب انا عايز اسئلة بقى. 10 ناقص 3. الصفحة دي لو انت عايزة تشتغلي على الأسئلة، بيقول لك 10، أنا مش عارفة هو قال 10 ناقص كام، فأنا هديله أي رقم هيقول لي غلط. صحيح. صح. كم أنت ذكي. هيقول سؤال تاني. 5 زائد 1 5. ابني بقى بيقعد يحسب عليه. 5 زائد 1 هيساوي كام؟ لو قلنا مثلا 4. جواب خاطئ. إجابة خاطئة. المحاولة. بيقول لك 5 زائد 1. طبعا أنا عارفة إن هي 5 زائد 1 6. صحيح. في جمع، في طرح من 1 ل10. تمام. كم يساوي 10 ناقص 7 تقريبا 3. غلط. صحيح. تمام. زائد 1 كم يساوي. ماشي، احنا مش هنشتغل دلوقتي. ماشي. فابني بيقعد يشتغل عليه، يبقى دي علامة تشغيل البرنامج نفسه او الكتاب نفسه. دي علامة الصفحة ان انا هشتغل على الصفحة دي. دي القراءة لو هو عايز يقرأ للصفحة دي. دي السؤال، بيقول بقى اسئلة كتيرة جدا والطفل بيجاوب عليها بصح او غلط. دي السماعة لو انت عايزة تسمع اغاني. 10 خصال. 1 تعلم الدقة. دي بيقول اغاني فيها. بصوا جميل بجد والله، كتاب جميل 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 جدا. ده الصوت، ده بيوطي، بيعلي ويوطي. بصوا. طب انا مش عايزه الصفحه دي. تعالوا بقى نشوفه من الاول. شكرا. مش عايزين، هنجيبه بقى من الاول ونشتغل عليه من الاول خالص. تمام. دي الصفحه الاولى اهي. انت لو اشتريتي الكتاب العبقري الصغير ممكن تشتريه اونلاين. تمام. دي الصفحه الاولى بتاعته، فيها الحروف. اللي ابنك بقى بيكون حافظ الحروف او لسه هتبداي معاه ممكن برضو تعلميه منه. بتدوسي على ده. ايها الاطفال، هيا بنا لنتعلم. طب انا في انهي صفحه لازم ادوس على دي؟ علامه الصفحه دي علامه الصفحه. انا هشتغل بايه؟ عايز ابني يقرا. الف باء تاء ثاء جيم. تمام جميل. بص، طب انا عايزه الصوره. يأس يتوضأ. يبقى انا بفتحه، بجيب علامه الصفحه ان انا هشتغل على الصفحه دي عشان يشتغل ويتبرمج معايا على الصفحه دي. عايز قراءه بدوس على علامه القراءه، هو بيقرا لي كل الحروف دي. عايز سؤال. اين ال
ابني بقى لو شاطر وعنده سرعة بديهة، هو قال ايه؟ نون جيم ميم هاء، هيدوس عليها يقول له صح. صحيح. برافو. أنت ذكي. طب عايز سؤال تاني. جيم ميم لام. جيم ميم لام جمل، فين صورة الجمل؟ اهو. طب انا عارفة ان ده جمل، بس انا مثلا غلطت، طفل صغير وغلط. غلط. جواب خاطئ. تمام. أعد المحاولة. كل الصفحات على كده. جيم ميم لام. طب انا عايز اغاني. بلبل. يبقى دي علامة القراءة، دي علامة الأسئلة. ايه اللي هو أحلى حاجة الأسئلة، ان هو بيسأل وبيجمع كلمة وابنك بيشوف الكلمة دي ايه. كمثرى. أرنب. وده علامة الصوت. تمام. عندنا 4 علامات في الكتاب. طب برضو بيكتب بيه. بص ابني كاتب ازاي اهو. ابني كاتب بقلم السبورة اهو. فانا بتمسحيه بمنديل عادي او بايدي هيك، مفيش اي مشكلة. يعني انت بتكتبي بقلم سبورة وبتمسح عادي اهو. اهو الطفل كاتب اهو، مفيش اي مشكلة، او بمنديل. تمام. انا نقلت على الصفحة اللي بعديها، هو عمال يقرأ في الصفحة اللي قبليها، لازم ابرمجه على الصفحة التانية. بصوا. حاء خاء دال ذال حصان خروف. انا عملت الريفيو دوت عن الكتاب ده عشان يبقى ذكرى فيما بعد لابني يعني، ويبقى ذكرى في القناة، وعشان الناس كمان تستفيد. بصوا بين سين لام حاء فاء ألف تاء. فطبعا الطفل لو شاطر سين، ادور على حرف السين. فين حرف السين؟ الكلمة اللي بتبدأ بحرف السين. لو هو ذكي هيعرف ان هي سلحفاة. صحيح. كم أنت ذكي. أي سلحفاة خروف قنفذ. يبقى دي الكتاب، علامة القراءة، دي علامة الأسئلة، دي الأغاني، ودي ايه يعلي الصوت أو يوطي الصوت. تمام. احنا مش عايزين الصفحة دي بقى، نجيب الصفحات اللي بعد كده. طبعا بص الطفل كاتب ازاي، بيمشي على. فانت ممكن ايه من سن 4 سنين 5 سنين 6 سنين تشتغل حلو قوي، عسل قوي بالكتاب ده. تمام. احنا الكبار بنلعب بيه. هنجيب الصفحة اللي بعديها برضو، بتدوسي على لوجو الصفحة والايه، والصفحة كلها تشتغل معانا. ودي الصفحة اللي بعديها برضو الحروف. احنا عايزين نجيب الصفحات كلها، وبرضو في وشها الحروف. الحرف، اول الكلمة، نص الكلمة، اخر الكلمة، الحروف كلها. فانت طبعا بتقعدي تتعلمي معاه واحدة واحدة، تتسلي معاه، منها بيلعب الطفل ومنها بيذاكر. حرف الميم او الحروف كلها. احنا عايزين نجيب بقى كده الطفل حفظ ايه، حفظ الحروف كلها. يعني احنا جبناه من اوله لاخره كده، من اول حرف اهو، والطفل ماشي عليه بالقلم. وايه لو ما حفظ، يعني لو هو الطفل ممكن ايه يكتبها معاكي مره وتمسحها له ويكتبها تاني واجب لغايه ما يحفظ الحروف حرف حرف. يعني هناخد النهارده حرف الالف، وناخد حرف الالف، وناخد كلمات على حرف الالف. حتى لو الطفل ممكن من 3 سنين تبداي ايه تقولي له ايه يعني هتشتغلي بقى حاجات معينه، تقولي له بس الحرف وتقولي له اشكاله من غير كتابه. من 3 سنين ما يكتبش عشان ايده بتكون لسه طريه، لسه لينه، صعب ايه ما تدوسيش على ايه اعصاب ايده. هتقولي له حرف الالف وتقولي له اشكال بس. 3 سنين. من 4 سنين بقى يبتدي ايه يبدا يمسك القلم. كده خلصنا الحروف كلها. نيجي اللي بعديها. بصوا برضو ابني لعب بيها، وانا بسيبه يلعب كده، وكده ابدا افرحه جدا. يقعد مثلا تقولي له فين حرف السين، يدوس لك عليه بالقلم. فين حرف النون، فين حرف الخاء كده. بعد كده بقى احنا عايزين نجيب، قلنا ايه بنشغله من فوق، ونجيب لوجو الصفحه. لازم لوجو الصفحه عشان تشتغل معاها الصفحه دي. أيها الأطفال هيا بنا لنتعلم. بصوا بندوس بقى ايه. جندي مسعف إطفائي خادمة. طب انا ابني عدى 5 سنين وهو بقى عنده الحروف وحافظ الحروف ويعرف يكون الكلمه، هجيب له بقى علامه الاسئله. بين خاء ألف دال ميم هاء. قاء، فهو قال تقريبا كلمه قادمه. صحيح. نجيبها صحيح. كم أنت ذكي. أين طاء فاء ألف طاء خاء. فاء ألف خاء. طباخ. صحيح. كم أنت ذكي. دي الصفحة اللي بعديها خلاص تكوين الكلمات. دي الصفحة اللي بعديها فاء بيوصل. ألف ياء. بصوا مثلا نملة، وشوف فين كلمة نملة.
عنكبوت او جرادة وشوف فين كلمة جرادة، نحلة وشوف فين كلمة نحلة. هنا برضو نفس الصفحة اللي قبليها، يقول فالنة، يدوس عليها عقال، بدلة، خمار، وبرضو أسئلة عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وبرضو هنا في أسئلة يوصل الكلمات. كتاب جميل جدا جدا. دي برضو فيه الدراجة وايه والشرطة وسيارة الشرطة والحفارة والسفينة، وفي أغاني، فارس. في حاجات بتتقال بالصوت. أين ألف طاء فاء. دي الصفحة اللي احنا دايسين عليها، لازم يتبرمج على الصفحة دي الأول. تمام. هنا في الألوان اهو، ممكن نجيب صفحة الألوان. الألوان أحمر، برتقالي، أخضر. كتاب بجد جميل ما شاء الله، مش سايب أي حاجة، ممكن بقى يجمع ويطرح هنا. فمن سن 3 سنين قراءة و4 سنين كتابة. جميل جدا جدا جدا. في حاجات كتيرة، في 22 صفحة اهوت. يعني الكتاب جميل بجد، يعني أنصحكم تشتروه. السعر هقول لكم سعره ولا مش عايزين؟ اعملوا تفاعل على الفيديو ده وانا اقول لكم سعره في التعليقات. ادي الكتاب اهوت، دي علامة الايه ان انت تشغليه، ودي علامة ان انت ترفعي الصوت والاسئلة والقراءة. كتاب جميل جدا، واكيد في منه اشكال تانية، يعني انا ممكن اجيب لابني اشكال التانية. بتشتريه اونلاين على اي موقع. ودي العلبة بتاعته. تمام. فانصحكم اشتروه، يعني من سن 3 سنين فما فوق اهو مكتوب عليه العبقري علم طفلك العربية بمتعة وسهولة. كتاب جميل جدا، واكيد في منه انجليزي، واكيد اكيد يعني كتاب يستاهل. وشكر للناس طبعا اللي ساعدت ان هي تساهم في الكتاب دوت عشان الاطفال. واتمنى تكونوا استفدتوا منه، ولو اي حاجة محتاجينها اكتبولي في التعليقات. وما تنسوش دعوة حلوة لزوجي واولادي بصالح الحال. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.